رأيت أن يكون حديثي اليوم بين يديكم عن الوقت ومكانته من مرصد إسلامي، فأقول كثيرا ما يتحدث الإنسان عن الوقت كظرف زماني ويستخدمه وسيلة لتحديد الحركة والسلوك على وجه الضبط والدقة، مدركا أنه ما من حركة إلا ولها زمن، وما من أداء إلا وله وقت، غير أن دراسة الزمن لا تفيد إلا إذا كانت مع الحركة، فما بين الزمن والحركة تناغم، فإذا أديت الحركة بزمن قصير كان العائد كبيرا، وإذا أديت بزمن طويل كان العائد ضعيفا. وتلعب التقنية وأداء الحركات الضرورية دورا كبيرا في تقصير الزمن، فمهما تقدمت العلوم تظل قاصرة عن إدراك الزمن، والزمن لا يدرك إلا إذا كانت التقنية وتقدم العلم قد قصرا الزمن لدرجة التجاوب الفوري. ولعل في قصة سيدنا سليمان مع بلقيس حينما أراد أن يأتي بعرشها من سبأ اليمن إلى بيت المقدس كما حكاها لنا القرآن الكريم، أبرز مثل على ذلك. قال: من يأتيني بعرشها؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال المفسرون: قبل أن ينفض مجلس حكمك، وهو 6 ساعات. قال: الذي عنده علم من الكتاب. ومنها هنا كما يقول علماء العربية للتبعيض: عنده علم من الكتاب لا علم الكتاب. قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وبذلك يكون العلم قد قصر الزمن لدرجة التجاوب الفوري، لأن الزمن كلما قصر دل على تقدم وعلم متطور، فالزمن مرن بينما الحركة جامدة، إذ بالإمكان تقصير الزمن إلى أدنى شيء، أما الحركة فلا يمكن اقتصارها على أدنى شيء. ويتفاوت الزمن من حركة إلى حركة، ومن أداء إلى أداء، ويكون رصد الحركة والزمن من خصائص الإنسان وحده في هذا الكون، على الرغم من كون الإنسان داخل دائرة الحركة والزمن، وذلك نظرا لما هيأه الخالق لخلافته في الأرض ولتحقيق الغاية من هذه الخلافة، وهي صفة لا تشاركه فيها سائر المخلوقات، وهي على حقيقة الأمر حركة متناغمة متوافقة مع الزمن، بيد أنها غير معنية به، فهي مسخرة معه للخليفة الإنسان. لذلك لا يمكن معرفة الزمن بعيدا عن الإنسان، وبالتالي بعيدا عن الغاية من الخلق وخلقه. ووجه التناغم والتوافق ما بين الإنسان المستخلف وما حوله من عوالم ومخلوقات. ففي عالم الإنسان يعتبر الزمن ظرف الحياة وحواءها، فإذا تلاشى الظرف انفطرت الحياة وانفرطت في الوجود المطلق، حيث كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. فالزمن يا مولاي قيد الوجود وسره، ولكل موجود قيده،
فإذا فك قيده انعدم وجوده. وصدق الله العظيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله. ولقد أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فمعرفة الأشياء مرتبطة بمعرفة زمن وجودها، إذ ما من شيء في هذا الكون إلا ويعرف بزمنه ووقته. فالزمن مخلوق لله، والله خالقه ومقدره في هذه الأرض أو في غيرها، ويتفاوت الزمن من مكان إلى مكان، ومن كوكب إلى كوكب، ومن مخلوق إلى مخلوق، ومن مادة إلى مادة. ولكل من هذه المخلوقات زمن تتم حركتها فيه وتؤدي من خلاله عملا محددا ضمن قواعد ثابتة وقوانين دقيقة وحركات بعيدة عن الخطأ والزلل. فإذا أديت هذه الحركات على نمط من الدقة والمعرفة والإتقان كان الزمن مملوءا مستوعبا. وإذا استطاع الإنسان الاستفادة من هذا الزمن أدى فيه حركات دقيقة على نمط الأفلاك والكواكب والأشياء، والتي تؤدي عملها على غاية من الدقة والإتقان. لا يمكن معرفة الوقت بعيدا عن الإنسان، وبالتالي بعيدا عن الغاية من الخلق وخلقه ووجه التناغم ما بين الإنسان المستخلف وما حوله من عوالم ومخلوقات. فإذا أديت هذه الحركات على نمط من المعرفة والإتقان كان الزمن مملوءا مستوعبا. وإذا استفاد الإنسان منها وأداها على نحو دقيق لا تقديم فيه ولا ترجيع فإن الإنسان يكون قد استفاد من وقته فائدة كبيرة. فإذا كان الله هو الذي خلق الإنسان فإنه خلقه على أتم ما يكون الخلق، وبيده الابتداء والانتهاء. فإذا انتهى الوقت ولم يؤدى فيه عمل نافع خسر الإنسان خسرانا مبينا. وإن عمل تفاوت العمل، فمن الناس ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وتبرز خصوصية الإنسان من خلال معرفته لطبيعة المعادلة وإدراكها وتفرده بهذه المعرفة عن سائر المخلوقات. فالوجود يا مولاي على اختلاف أنواعه من إنسان وحيوان ونبات وجماد مادة ومعنى من مدلولات الزمن، فلا يخرج شيء منها عنه. لذلك يكون رصد الزمن للتعرف إليه عن طريق مستلزماته وآثاره وعوارضه وبداياته ونهاياته رصدا للحياة بكل معانيها وخصائصها. وبما أن الإنسان هو المعني في عملية الرصد والمعرفة هذه، تشكل الحياة والزمن في عالم الإنسان ومنظوره معادلة ثابتة على النحو التالي: الزمن يساوي الحياة. وباستخدام القاعدة الأصولية مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا،
فإن مطلق الزمن يساوي مطلق الحياة، وحياة أي شيء في الكون يعني زمنه، الزمن أي شيء حياته، وبذلك تظهر قيمة الوقت وحقيقته، وندرك معها عمق مقولة التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، فإذا مضى يوم فقد انقضى بعضك. غير أن هذه القيمة يستوي فيها الإنسان مع سائر الأشياء والمخلوقات، فهي تنقضي بانقضاء زمنها، وكلما مر زمن عليها انقضى بعضها. فما هي خصوصية الإنسان إذن؟ فإذا كان زمن أي شيء يساوي حياته، فإن قيمة الحياة تكمن في غايتها، ونجاح الأشياء في وجودها يظهر في تحقيق الغاية من ذلك الوجود. وتبرز خصوصية الإنسان من خلال معرفته لطبيعة المعادلة وإدراكها، وتفرده بهذه المعرفة عن سائر المخلوقات. فكل الموجودات في الكون ما عدا الثقلين الإنس والجن تسير نحو غايتها دون تقديم أو تأخير، فهي مذللة مسخرة وفق ناموس لا تخرج عنه ولا خيار لها فيه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لذلك لم تكن هذه المخلوقات على تنوعها وتعددها والتزامها أهلا لحمل الأمانة، لانعدام الأهلية والاختيار عندها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما هي الغاية من خلق الإنسان؟ إن معرفة الغاية من خلق الإنسان تمنح لحياته بعدا وقيمة، وتجعل لوجوده طعما وهدفا. يسعى الإنسان لتحقيقه، ويستسهل في سبيله الصعاب، ويتحمل من أجله المشاق، يترك لذائذه ويهجر نومه ويبتعد عن أهله ووطنه بغية الوصول إليه، وكلما اقترب منه ازداد شوقا إليه، فأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام، فإذا حظي بطرفه جذبه ذلك الطرف منه إليه حتى يستغرق عليه وقته. فبمقدار ما يحصل الإنسان منه يرتقي في سلم السعادة والنجاح. فبتحقق ضروريات الهدف تضمن السعادة، وكلما حصل الإنسان من حاجياته وتحسينياته ارتقى نحو الكمال. إذ السعادة يا مولاي بالإيمان، والكمال بالمعرفة. فإذا كانت الغاية مرنة واسعة فيها الضروري والحاجي والتحسيني الكمالي، تستغرق من الإنسان عمره وهو ينهل منها، نتجت معنا المعادلة التالية: الزمان يساوي الحياة، فالحياة تساوي الغاية من الخلق. فما هي هذه الغاية؟ فبالعودة إلى كتاب الله عز وجل نجد عددا كبيرا من النصوص والآيات في سور مختلفة تتحدث عن الإنسان وخلقه ومكانته في هذا الكون والغاية من هذا الخلق، ونستعرض بعضا منها لاستشفاف الهدف وإدراك الغاية. إذ لكل المخلوقات حكمة وغاية تنفي العبثية من خلقها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين
لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فالعبثية محالة على الخالق غير مرادة في الخلق، وكل المخلوقات مذللة للإنسان مسخرة له وفق نظام دقيق محكم بديع، والإنسان يسعى لتحقيق هدف وغاية من أجلها خلق وبها حمل الأمانة. فما هو الهدف وما تلك الغاية؟ قال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن جريج: أي ليعرفون، وهي نظير قوله عز وجل في سورة التوبة: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فالعبادة في أصل اللغة بمعنى الذل والخضوع والانقياد. وقال أهل السنة إن العبادة المعرفة والإخلاص له في ذلك، فإن المعرفة أيضا غاية صحيحة. ويؤيد ذلك الأثر الوارد: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فبي عرفوني. وبذلك تظهر الغاية من الخلق وهي المعرفة، وبالمعرفة تتحقق العبودية للخالق وتصح العبادة له. ولفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. ثانيا قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتعارف طريق المعرفة عن طريق النظر والتأمل في تنوع المخلوقات واختلاف أشكالها وألوانها. فالمعرفة هدف وغاية يسعى الإنسان الخليفة لتحقيقها لإدراك عبوديته والتخلق بها طوعا، إذ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالمعرفة يا مولاي تجعل الإنسان في عبودية الاختيار لا عبودية الاضطرار، وهي ما تميز به الإنسان عن سائر المخلوقات، فإن وصل إليها صحت خلافته ورسخ قدمه ودارت الأشياء في فلكه، فهو الخليفة الإنسان. وبذلك تكون المعادلة على النحو التالي: الزمان يساوي الحياة، الحياة تساوي المعرفة، والمعرفة تساوي الخلافة. وعلى نظرية حتمية القوانين الطبيعية أو عند أصحاب المنطق الصوري يكون الزمن يساوي المعرفة. فاللحظة التي تمر على الإنسان بغير معرفة تعتبر لغوا وعدما، تنتقص من حياته هباء بغير قيمة. إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله تعالى فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. لذلك كان سؤال الإنسان يوم القيامة عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وينبع حرص الإسلام على الوقت من حرصه على الإنسان من أجل الوصول إلى الغاية التي خلق من أجلها واستخلف بسببها. وبين أن عمر الإنسان هو رأس ماله الذي يسأل عنه بين يدي الله. وخص الشباب بالذكر لأنه
مرحلة التكوين والعطاء، يعوض فيه الإنسان مرحلة الطفولة قبل النضج ومرحلة الشيخوخة عند العجز، فهو مرحلة بين مرحلتين. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وأكد ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن والبيهقي والحاكم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك. فالشباب غيمة في ربيع العمر، لا تلبس أن تنقشع، فإن أمطرت أثمرت وإلا كانت سحابة صيف. والفراغ عرض قاتل، إن لم تملأه بالخير شغلك بالشر. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. يقول صاحب الحكم ابن عطاء الله، وهو الذي قال العلماء في حكمه: لو جازت الصلاة بغير القرآن لجازت بحكم ابن عطاء الله. يقول: الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه، وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه. أما الصحة فهي النعمة المجهولة فلا تعرف إلا بفقدها، إذ العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف قيمتها إلا فاقدوها. والعلة يا صاحب الجلالة تقعد بصاحبها عن الوصول إلى مطلبه، فاغتنام وقت الصحة وكسبه من سمات العقلاء النابهين. وقد أكد على ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه بقوله في الحديث الذي هو موضوع درسنا والذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لذلك نرى حرص السلف الصالح من هذه الأمة على أوقاتهم حرصا يفوق تصور الواحد منا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ويقول عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. ولقد ذكر الغزالي مرفوعا: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان أمسه خيرا من يومه فهو محروم. وقد قال بعض الحكماء: